لو ما اتفرجتش على الاجزاء اللي فاتت من حكايه مليوداس فروح شوفها الاول. في الاجزاء اللي فاتت شفنا ازاي مليوداس وبان قابلوا مايلد واخو هوك الكبير واللي عايش بقاله كتير جدا وبيدور عليه، وشفنا كمان قتال اوديشيل مع زلدريس واعوانه. فمين اللي هيكسب في الحرب ديت؟ وايه اللي هيحصل لبان ومليوداس في عالم الشياطين دلوقتي؟ وايه اخبار استاروسا واللي بيحاربوه؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بعدما خرج كل من مليوداس وبان ومايلدو في اتجاه ملك الشياطين، بدا مايلدو يغني اغنيه كده. الاغنيه كلماتها مضحكه جدا، وبان بيساله انت بتغنيها ليه؟ الخنزير قال له ده علشان اخويا الصغير كان اول لما بيخاف او يقلق من حاجه كنت بطمنه بيها. مليوداس بيتاثر وبيعرف ان مايلدو بيحب اخوه جدا وبيساعده دايما، ولكن هو العكس، كان مزعل زلدريس وموقفش جنبه في اصعب لحظات حياته. بان بعدها بيساله وبيقول له هو ايه اللي حصل معاك وخلاك تخون الشياطين؟ وايه حكايتك مع اخوك الصغير زلدريس؟ مليوداس بدا يحكي لهم على حكايته. قال لهم في وقت من الاوقات كان الكل بيعتبرني الاقوى في عشيرة الشياطين، ومن ضمنهم طبعا اخويا زلدريس الاخ الصادق اللي عمل كل حاجة في ايده لخدمة العشيرة. انا كنت مستغرب هو بيعمل كل ده ليه اصلا، لحد لما في يوم قابلتها مشاعري والعالم بتاعي كله اتغير. مشاعر امتلاك حد بتخاف عليه وبتحبه، عاوز بس انك تحميه وتاخده بعيد عن الكل، مشاعر الحب. واللي اكتشفت ان زلدريس كان سابقني في الحوار ده، هو اخويا الصغير بس سابقني يعني. فهو كان مغرم ببنت من عشيرة مصاصين الدماء واللي تعتبر اقل مرتبة من الشياطين، وابونا مش هيرضى بكده. فعلشان ده زلدريس كان بيبذل اقصى جهده علشان يقدر في يوم من الايام يعيش معاها. وبالمناسبة حبيبته اسمها غيلدا. تدور الايام وتعدي ما بينا وانا بفكني من الحرب وكل حاجة وبعيش مع اليزابيث بس، ولكن وبسبب خيانتي وكده زلدريس اخد كل الحمل اللي عليا. ومش بس كده، لا، ده ملك الشياطين امره امر صعب جدا، قال له انت لازم تقتل كل عشيرة مصاصين الدماء. زلدريس بيتصدم وبيقول له اقتلهم ليه؟ هو ايه اللي حصل لكده؟ الاب قال له زعيم القبيله بتاعتهم اتقلب علينا وخنا، وانت عارف اللي بيخنا بنقطع راسه. زلدريس قال له ما نقطع راسه هو بس، ايه فايده قتل الناس البريئه؟ ملك الشياطين بيتعصب عليه وبيقول له انت عاوزني اكتر كلامي ولا ايه؟ الامر لازم يتنفذ. زلدريس وقتها حط وشه في الارض وسكت، وبعدها انطلق الى عشيره مصاصين الدماء وبدا بالفتك فيهم. جمع اخر شويه منهم في احدى الكهوف، وكان مونسبيد معاه، كان من ضمنهم حبيبته غيلدا. مونسبيد بيقول له انت جمعتهم هنا ليه؟ هو احنا مش المفروض نقتلهم؟ زلدريس قال له علشان اختمهم هنا. مونسبيد قال له بس ملك الشياطين قال لي احنا لازم نقتلهم. زلدريس قال له القتل بس هيكون رحمه ليهم، احنا هنختمهم هنا علشان يفضلوا يتعذبوا للابد. وخلاص انت تسلم على شغلك، ينفع تمشي دلوقتي؟ مونسبيد بيمشي فعلا. زلدريس واقف وزعلان جدا على حبيبته، عارف انه بيخالف اوامر ملك الشياطين وزعلان علشان مش قادر ينقذها ويهرب. غيلدا وقتها قالت له ما تزعلش نفسك، انت مش غلطان في حاجه، وانا نايمه في الختم هفضل افكر فيك انت وبس، بس اهم حاجه ما تزعلش. زلدريس مش قادر يسمع الكلام ده، بيقول لها وعد مني هحررك من هنا، استنيني بس. غيلدا قالت له تمام، وبعدها ختمهم وكان في قمه الحزن وقتها. ثم بعد مرور السنين، وتحديدا بعد 3000 سنه بعد ما الختم اتفك عن الوصايا العشره، زلدريس كان سابهم واتجه الى مكان الختم ده علشان يحرر حبيبته. وصل على الكهف فعلا، ولكن للاسف كان فاضي، مفيش في حاجه. طلع بره بيدور على اي اثر يشوفه. راجل عجوز في المنطقه ديت بيقابله، بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ انا اول مره اشوف حد هنا من سنين. زلدريس بيساله عن الكهف ده وايه اللي حصل له. العجوز قال له في مصاصين دماء طلعوا منه وبداوا يقتلوا الناس من 12 سنه، ولكن في فرقه معينه قدرت انها تخلص عليهم كلهم وتقتلهم عن بكره ابيهم. زلدريس بيساله على اسم الفرقه ديت. الراجل قال له اسمها الخطايا السبعه، والواد طبعا بيتصدم. وهنا مليوداس بيخلص حكايته، بيقول لهم دي قصة أخ فاشل موقفش جنب أخوه في أصعب أوقات حياته. أنا عارف إنها قصة مملة بس ما علينا يعني. بان بيقول له القصة مش مملة ولا حاجة. وايلد هو كمان متأثر، بيسأله على أخوه التاني استاروسا. مليوداس لسه هيتكلم وهوبا دماغه فجأة بتوجعه. وفي نفس الوقت ده كان الكل شغال في معركة طاحنة مع زلدريس ومحدش قادر له، بيحاولوا يهجموا عليه من شمال، كله عمال ينضرب. لوديشيل قال ايه بيجمع مهاراته، بينطلق بهجوم ساحق ناحية زلدريس تاني علشان يقتله، ولكن هجومه بيتصد وبيكون خلاص هينضرب. بس غل بيضحي بجسمه وبيلحقه، وده علشان جسم حبيبته ما يتأذاش اكتر من كده. مارين هي كمان بتنسحب وبتكون خلاص هتموت، ولكن اسكانور بيلحقها، بتشكره، ولكنها بتجيب دم من بقها مرة واحدة. فاسكانور لما بيشوف الدم بيتعصب جامد، بيقول له وقتك خلص معايا. بيجمع كل طاقته، بيضم رجله، بيتقدم، ما عادش بيتسحب في الاعصار زي الاول. مارين والكل بيحاولوا يثبتوا الدقيقة. اسكانور بيقول لزلدريس
زلدريس انت جبت اخرك معايا، كل اخواتك اخدوا تمامهم قبل كده وما عادش فاضل غيرك. زلدريس بيقول له ما توريني شطارتك كده. اسكانور بيهجم بكل قوته بسلاحه، ولكن السلاح بيتضرر، بيرمي لورا وبيقول له جهز علشان هتاخد الضربه النهائيه. الكل كان بيتفرج ومصدوم من اللي بيحصل، ده جنون حرفيا. اسكانور بيهجم وهوبا الهجوم بتاع زلدريس اختفى، بيصد الباقي بالعافيه. بيفتكر حبيبته بعدها، بيفتكر كمان لما مليوداس كان هنا وقال له ان غيلدا لسه عايشه بس كانت هتنتحر بسبب انك لسه مختوم، فعلشان كده انا لحقتها وختمتها لحد لما انت ترجع، ولما ابقى ملك الشياطين اوعدك ان هاخدك عندها واحررها. زلدريس وقتها بيرجع من ذكرياته، بيزعق على اخره، بيضرب اسكانور وبيكون خلاص هيوقعه. بس انت مفكر ان حد هيقدر على اسكانور يا صديقي؟ لا والله، اسكانور بيضغط عليه اكتر، بيطيره هوبا بوكس تاني ما بيرحموش. وعلى وضعك يا باشا. زلدريس بيطير في الوقت ده وكيوزاك بيترعب عليه، فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ في الوقت ده تشاندرا بيقوم وبيفعل طاقته، بيعمل وضع الليل. اسكانور بيتسخط تاني، وزلدريس كمان بقى تعبان من القتال ده، والمعركة كده بقت 2 على 2، مارين ضد تشاندرا وكيوزاك ضد لوديشيل. يا ترى من سينتصر؟ بتشتعل المعركة ما بينهم تاني والكل مصدوم. كيوزاك طاقته عالية جدا وبيفادي كل هجمات لوديشيل وبيضربه. تشاندرا هو كمان بدأ بهجوم شامل على مارين واللي وراها. البنت هي كمان هجمته بنفس الهجوم بتاعه، ولكن طاقته السحرية كانت أكبر منها بكتير جدا، وكانت خلاص هتموت بس بتستخدم سحرها اللانهائي وبتكسره. اسكانور كان لسه رايح علشان ياخد سلاحه الامبراطوري ويمتص الطاقه اللي فيه ويرجع جامد تاني، فبيلاقي لوديشيل مخبوط فيه وحاتفه في الجدار. بيقول بعدها لمارين احنا هنعمل ايه مع الوحوش ديت؟ مفيش ولا هجوم راضي ياثر عليهم. وقتها مارين قالت له مالكش دعوه انت، انا هتصرف. بتحلل كل هجماتهم وبتقول لهم اجهزوا بقى. بتفعل سحر مخفي والشياطين بينضربوا. السحر ضعيف جدا ولكن بالرغم من كده التاثير بتاعه كبير جدا. ده ازاي كده؟ مارين قالت لهم فاكرين الضربه في اول المعركه خالص دي ما كانتش هجوم عادي، لا دي كانت حركه بتخليني اعرف نقاط ضعف الخصم اللي قدامي. كيوزاك الرياح وتشاندرا البرق دي نقاط ضعفكم، وبسبب سحر اللانهائي الهجوم ده مش هيخلص وهيفضل شغال لحد لما يقتلكم. لوديشيل في الوقت ده كان بيتفرج على مهارات مارين ومش مصدق عينيه. تشاندرا بيتعصب، بيحاول يلغي سحرها ولكن ما بيعرفش. مارين قالت له اي هجوم منكم ولو بسيط هيتفعل هجومي بشكل تلقائي ومش هيرحمكم. الشياطين خلاص بتجيب اخرها. كيوزاك بيحاول يدخل جوه وعي مارين ويستحوذ عليها، ولكن البنت بتمسكه جوه وبتروقه حرفيا. قال يستحوذ عليها قال. وبعدها الكل بدأ في ضرب شرنقة القائد والاستعداد لتحريره. زلدريس حاول يهجم عليهم ويدافع عنه ولكن لوديشيل بيضربه، وبعدها يقف منتصرا منتشيا من الفرحة، فرحان بانتصاره ده على اساس انه عمل حاجة يعني. ولكن فجأة لوديشيل بيحس بصداع غريب، بيقول انا ازاي مش فاكر وش ستاروسا اللي قتل اخويا مايل. مليوداس هو كمان بيحس بوجع في راسه وبان بدأ يقلق عليه. وفجأة ملك الشياطين ذات نفسه بيظهر، بيسأل مليوداس وبيقول له انت ذكرياتك عن ستاروسا اتمسحت صح؟ مليوداس بيقول له على اللي فاكره، والصدمة ان ملك الشياطين بنفسه فاكر نفس الكلام ده بس ومش فاكر اكتر من كده. ده باين ان فقنا في الموضوع. مارين هي كمان دماغها بتوجعها، وستاروسا في الوقت ده كان مستمر في هجومه واحتياجه على الكل علشان اليزابيث. بس فجأة كل اللي بيقتلوه بدأ دماغهم توجعهم. احنا بنقاتل استاروسا مين استاروسا ده؟ اليزابيث هي كمان افتكرت حاجة مهمة، افتكرت لما كانت قاعدة مع مليوداس في مرة وقال لها انه زعلان علشان بعد اخوه الوحيد عن حبيبته. امال مين استاروسا ده وايه اللي بيحصل دلوقتي؟ جوسر بدأ يحكي لنا بعدما هرب الاتنين جوسر من القتال وسابوا زلدريس يهجم على ديانا، كانوا مقررين يوقفوا الحرب المقدسة ديت باستخدام احدى التعاويذ المحرمة، والتعويذة ديت بتخلي كل ذكريات العالم حول شخص واحد بتختفي ومحدش يقدر يفتكر مين ده اصلا، وبيقع الاختيار على الملاك الرابع مايل. جوسر بيمسح كل ذكرياته من على الارض وبيبدله باستاروسا، وبكده عشيرة السماء هتفقد اقوى شخص في قواتهم وهيضطروا ينسحبوا من القتال ويستخدموا الختم. وبالفعل ده اللي حصل. بس هل الذكريات ممكن ترجع في يوم من الايام؟ ده اللي حصل النهارده. فبسبب تزعزع طاقة مايل بعد امتصاصه للوصايا الذكريات بتاعته بدأت ترجع للكل فجأة. تخيل ان الموضوع يخلص عند كده يا صديقي؟ لا والله، الختم على الكل بيتفك
طاقته هي كمان بترجع وبيظهر له أجنحة عشيرة السماء، وحرفيا الكل مصدوم. وشكلك هتتصدم انت كمان يا صديقي من اللي جاي، فيلا بينا نكمل. وكينج في الوقت ده كان بيقول هو ايه اللي حصل؟ ازاي استروس عنده أجنحة عشيرة السماء؟ هو مش شيطان ولا ايه؟ جوسر رد عليه وقال له لا، مفيش شيطان اسمه استروسا، ده الملاك الرابع مايل. ومايل في الوقت ده كان بيفتح عينه مش فاهم حاجة، بيفتكر كل أحداث حياته وهو صغير بعد ما تحول من أضعف شخص في القادة الأربعة لأقوى جندي في عشيرة السماء. كل الشياطين كانت بتسمع اسمه بتترعب حرفيا، وكان كل همه هو إرضاء أخوه لوديشيل وإسعاده. ولكن وفي إحدى الأيام يصاب بسحر جوسر المحرم، والكل بعدها بينساه، بيعيش ويقتل في إخواته وأصحابه ومفكر نفسه بقى شيطان. مايل بعد ما رجعت له ذكرياته كان متعصب جدا وبيقول مين عمل فيها كده؟ مين اتجرأ وخلاني ادخل الكابوس ده؟ جوسر رد عليه وقال له انا. يا ابني ما تسكت يا ابني. مايل بصله، هجم عليه بحقد وغل وحرفيا هيقتله. جوسر مش فارق مع نفسه، عارف ان الغلطه اللي عملها كبيره ولازم يتعاقب عليها. مايل عمال يضربه مش سايب في حته سليمه، بيقف بعدها كده وبيكسر دراعه، بيقول له قبل ما اقتلك انا عاوز اعرف ليه اخترتني انا من وسط كل الناس وخليتهم ينسوني؟ ليه انا بدونا عن الكل خليتني اقتل في صحابي؟ جوسر قال له علشان اعمل توازن في الحرب تاني، فلما مليوداس خان الشياطين وانضم ليكم التوازن في الحرب قل، وكان لازم نرجع التوازن ده، وعلشان كده اخترناك. مايل متعصب بيقول له تمام، بيكون خلاص هيقتله، ولكن كينج بيضربه. جوسر قال له انت بتعمل كده ليه؟ انا استحق اموت، ما تعذبش نفسك. كينج قال له قاعده رقم 4، لو حد من صحابك في مشكله لازم تقف جنبه حتى لو ده يعني موتك. مايل بيقوم بيهجم على كينج بكل قوته، بيضربه. كينج مش قادر عليه ولا عارف يعمل اي حاجه. جوسر بيقول له ما تقتلوش، انا السبب في اللي انت فيه، اقتلني انا. مايل قال له تمام، بيكون خلاص هيقتله، ولكن كينج ما بيسكتش، بيستخدم الهيئه الاولى من سلاحه الامبراطوري وبيهجم عليه. مايل بيصدها وبيقول حلو القتال كده، الانتقام مش هيبقى ليه طعم لو انتوا ما حاربتوش. بيجهز علشان يخلص عليهم. وفي الوقت ده كان سارييل وترميل مش عارفين يعملوا ايه. سارييل بيقول لصاحبه مايل رجع تاني، ولكن للاسف ده مش هو صاحبنا اللي احنا عارفينه، طالما هو لسه بيستخدم طاقه الوصايا فمش هيرجع لطبيعته، لازم نوقفه عند حده. فترميل بيقول له تمام، وبالفعل بيطلعوا فوق والثلاثه بيجهزوا للمواجهه. مايل بيقول لهم هتعملوا ايه يا اصحابي؟ هتقتلوني علشان الشيطان ده؟ سارييل قال له للاسف لا، انت الشيطان هنا دلوقتي ولازم نوقفك. بيتحد الكل في ضربه، ولكن مايل بيصد كل هجماتهم ومحدش قادر يوصل له. كينج حرفيا جايب اخره، ايده عماله تنزف. جوسر بيتفرج ومش عارف يعمل حاجه. دريري في الوقت ده بيخطر في بالها فكره، بتروح علشان تنفذها، بتخلي جوسر يقرا افكارها ويبعتها للكل. بالفعل كينج بيصرف انتباه مايل، سارييل وترميل بيمسكوه. دريري كمان بتستغل الفرصه وبتنزل فيه ضرب، حرفيا بيتعجن، بيحاول يتمسكن علشان حد يسيبه، بس ده في احلامك. جوسر هو كمان كان استخدم قوته، بدا يدور في عقل مايل على طريقه تخرج بيها الوصايا منه. اخيرا بيوصل لها، وفجاه ترميل ما قدرش يستحمل يشوف صاحبه بينضرب اكتر من كده، بيسيبه، ومايل بيهجم على دريري بكل قوته، بيقتلها، بياخد كمان الوصيه منها، بيمتصها في جسمه، ودريري بتقع على الارض مقتوله. اليزابيث بتشوفها وبتروح عليها علشان تعالجها، بتشكرها على اللي عملته، بتقول لها سيب الباقي عليا، وشكلها مش هتخلص على خير يا صديقي.